الفكرة دي بتاكل طاقة الطالب بطريقة مرعبة. أخطر فكرة بتيجي في دماغ الطالب: طب لو عملت كل اللي أقدر عليه وبرضه فشلت هعمل إيه؟ لو النتيجة ما كانتش على قد التعب هعمل إيه؟ هو ليه دايما وأنت بتذاكر وبتعمل اللي عليك وكل حاجة وبرضه خايف؟ ليه؟ فلو أنت في تالتة ثانوي وبتعمل اللي عليك وبرضه خايف، يبقى 100% الفيديو ده ليك. الخوف من الفشل مش دايما بيجي من الكسل، أحيانا بيجي من إنك دايما عارف إنك عامل اللي عليك، انك تعبت فعلا ومش مستعد تخسر التعب ده، وده اسمه تعب صامت، والتعب ده محدش بياخد باله منه. وده اسمه في علم النفس قلق الاداء، يعني تبذل المجهود ودماغك مش شايف غير اسوأ الاداء. والخوف من هنا مش من الامتحان، الخوف من الاحباط. لو النتيجة ما كانتش على قد التعب هعمل ايه؟ اخطر فكرة بتيجي في دماغ الطالب: طب لو عملت كل اللي اقدر عليه وبرضه فشلت هعمل ايه؟ الفكرة دي بتاكل طاقة الطالب بطريقة مرعبة وتخلي الاجتهاد نفسه متعب. بس خليني اقولك ان الفشل ان النتيجة مش تطلع اقل، الفشل هنا انك تسيب الخوف يعطلك. فلو انت مجتهد وحاسس بالخوف، فده معناه انك مش ضعيف او شخص كسول، بالعكس انت شخص مسؤول، والمسؤولية دي كبيرة. العقل اللي بيخاف هو عقل بيهمه النتيجة، بس لازم تفهم الخوف الزايد مش بيزود الضمان، ده بيزود الارهاق، وهتقف ومش هتذاكر طول ما انت مخلي الخوف ده متملك منك. وربنا سبحانه وتعالى ما طلبش منك التفكير الزايد، ما طلبش منك الخوف، طلب منك انك تسعى وبس. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فأنا دايما بقول إن المؤمن مرتاح، يعني الحساب على اللي عملته مش على اللي خايف يحصل. فتح عقلك معايا كده يا عم الناطق. طيب انت بتقولي كل ده اعمل ايه؟ بص اهدى كده واسمعني. بدل ما تسأل نفسك كل يوم هينفع، اسأل نفسك سؤال واحد: هل انا عملت اللي عليا النهارده؟ لو الاجابة هيبقى قلبك اهدى حتى لو الخوف موجود. وخليني اقولك على حاجة: ان الخوف مش هيختفي فجأة، بس ينفع ما يمسكش الدركسيون وانت اللي تسوق وهو جنبك، وما تسيبوش يمسك المسار او الاتجاه. فلو مجتهد وبرضه خايف، فده مش تناقض، ده انسان بيحاول في مرحلة صعبة. فكمل يا عم الناضج، الملعب ملعبك وسيب الباقي على الله، وانت عملت اللي عليك، وده اكبر ضمان وده اكبر امان اي طالب ممكن يحس. وفي الاخر ما تنساش يا عم الناضج، ما تنساش ان دكتور حسن هيفضل مقتنع بيك للابد والله العظيم. السلام عليكم.